سمر بتدعي لك؟ فانا لا جدا جدا، انا ربنا ستر عليا بسبب دعائها طبعا. ربنا يبارك لك. يخليك. بس انا قلت له مره كلمه مهمه عايزه اقولها له دلوقتي قدام الناس كلها. مين اكتر حد جينا هنا من النزلاء واثر يعني قصته اثرت فيك؟ اكتر حد انت كنت شايف ان القصه بتاعته فعلا يعني تتدرس، يعني ان هو ان الدنيا دي ملهاش امان؟ هي نسرين طبعا. تقدري تقولي حسابك في البنك قد ايه؟ هقول لك الحقيقه بجد، ممكن افتحه معاك دلوقتي. لا من غير ما تفتحي، احنا لو مفيش ثقه بينا مش هسالك السؤال ده. حساب 300 مليون ولا 300 الف هتتغيري؟ يا ده انا هعمل خير. هنسافر بره مصر نعمل خير، وجوه مصر، وهنسافر كل ما العالم. يمكن تسافري بره مصر تتفسحي. لا هنسافر نعمل خير. ده انا نفسي فيها قوي دي. طيب. عشان دي امانه. تعليق سلبي شفتيه على الفيسبوك او على الصفحه بتاعتك يعني مش قادره تنسيه؟ ياه، هي ده تعليقات لا كتير انا عايزك قوي. تتجرأي وتقولي تعليق مثلا اثر في نفسيتك فعلا واحنا هنقوله علان الناس هقوله اللي بقى عشان الناس يقعدوا يضايقوني بيه اكتر. لا خالص. هو انا لو مكانه كزوج، وزوجتي معظم الوقت مرمطه وبهدله هنا انا هاجي وقت وهزهق. هم في ناس كتير وصلوني لحد تعب نفسي كبير. انا جت عليا فترات كنت بكتئب جامد جدا لما الاقي حد يقول لي انت كدابه، كل اللي بتعمليه ده كذب، كله ده كذب. يعني اموت نفسي طيب عشان تيجي. اكتر خبر جالك ويمكن بكيتي من فرحه ان انت سمعتيه او عرفتيه؟ عمري ما طلبت من حد حاجه وقف معايا فيها. انا النهارده بقول لك مثلا يعني يا سمر انا بتاذي من ان انا اشوف كل شويه الناس ديت في لايف، يعني الناس دي انت جبتيهم، طب انت النهارده هتمني علينا عشان تطلعيهم؟ انت بتمني أيوة علينا عشان دي بقى تطلعيهم؟ نقطه هقول لك عليها مهمه. الحته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقعد افكر اقول هي ايه اللي جابرها ان هي تعمل كل ده؟ فوجئت ان امبارح في البث مش بتقول ده هي متعرضه لاذى، فده يعني بلس اللي هي فيه. يعني النهارده احنا عندنا فيه اذى بقى، سواء اذى نفسي او سواء اذى معنوي كمان. ده انا شويه اللي انا بقعدهم هنا في الدار عايز اقول لكم ان انا دماغي بتبقى بتروح مني من كتر ده، دي بتتخانق مع دي ودي بتقول وده بتعيد ودي بتزيد. كل اللي انتم شايفينه ده يعني جاي فوق دماغ شخص او حد اسمه سمر. ايه اللي سمر عملته عشان يتعمل معاه كل ده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. يعني ده اللي احنا عايزين نعرفه. مش عارفه. احنا انا اول حاجه مبسوطه ان حضرتك معانا. ربنا يعزك يا رب. بوجودك معانا ربنا يجازيك كل خير. شرفتنا ونورتنا. نورك. سبحان الله، انا كنت دايما بتفرج على فيديوهاتك، انا اللي كنت ببقى مبهوره باعمالك وبالحاجات الجميله اللي حضرتك بتقدمها. ربنا يعزك ويبارك فيك. بس اكتشفت ان حضرتك مبهور بالحاجات اللي انا بعملها اكتر. لا طبعا، يعني اللي انت بتعمليها دي خدمه انسانيه ومحدش يقدر ربنا ينكر كده. يعزك ويعلي قدرك ويجبر بخاطرك ويجعلك دايما في الخير يا رب. ربنا يعزك. ايه الكم الزعل والطاقه السلبيه اللي بتتم تصديرها ليكي وانت وصلتي للحاله دي ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه الاول بعد ما نعرف انت الفكره بتاعه الدار دي جات لك ازاي. بص اقول لك على حاجه، هو كل خطوه احنا بنمشيها في حياتنا بامر ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنسعى وربنا كل التوفيق من عنده. ربنا سبحانه وتعالى، انا من صغري وانا بحب العمل الخيري، بس ان كنت اتخيل ان اطلع بيها على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي وناس كتير تشوفني، ده ما كانش في خيالي ولا كنت بفكر فيه نهائي الا بامر ربنا. ماشيه بطريقي لقيت راجل غلبان ماشي ببطانيه في عز البرد، المطر كان نازل بطريقه رهيبه، انا اتجننت لما شفت المنظر ده. نزلت لقيت نفسي بعيط قدامهم وفتحت لايف، يا جماعه عايزين دار ترد علينا، عايزين نشوف الراجل ده ايه الحل، نجيب له سكن. انا ما قلتش دار، قلت نجيب سكن. لقيت حد بيكلمني بيقول لي ده في دار ومش عارفه ايه ويلا بينا نودي الراجل الطيب ده للدار. اتكلمت الدار وباحد دور الرعايه وبالفعل وديته. ابتدى الموضوع يكبر معايا. الفيديو ده كان وصل لناس كتير جدا، فالناس لما لقيتني انقذت حد من الشارع قالوا لا ده احنا نبعت لها بقى. ابتدى الموضوع يجي لي، ابتدى اشوف حالات قلبي يتاثر انزل جري عليها، ابتديت اخد الحالات اطلع بيها على احد دور الرعايه على مستوى الجمهوريه. اخر حاله كانت الحاله دي كانت قويه جدا. بعدها كلموني في وزاره التضامن الاجتماعي قالوا لي يا سمر احنا عايزين نقابلك. بالفعل وصلت لهم ورحت قعدت معاهم في اجتماع، قالوا لي طب ايه رايك تعملي دار، دي مؤسسه ومقننه وانت ناقصك الخطوه دي، نشاط من انشطه المؤسسه انك تفتحي دار. بالفعل خدت الفكره من هنا حطيتها جوه قلبي ونزلت بيها، مش هقول لك حطيتها في مخي، حطيتها في قلبي. وحسيت ان الموضوع صعب قوي عليا، قلت ايه ده انا هجيب مكان، طب ايجار وتامين واجهزه، لا ده الموضوع ده كبير، اخليني زي ما انا انقذ الحالات من الشارع واخدهم واوديهم لاحد دور الرعايه. ابتديت كل شويه اعمل كده ونزلت دور كتير على مستوى الجمهوريه، وكنت بنزل اعمل
هناك فيديو لايف، وانا بجيب الحاله من الشارع وباخدها ادخلها الدار. يعني بين كل فيديو وفيديو نص ساعه بالظبط، بجيب الحاله من هنا نص ساعه قبل ما اوصل للدار، وبعدين افتح لايف داخل الدار واحط لينك صفحه الدار، واشكرهم من كل قلبي على استقبالهم للحاله، وادعي كل الناس واقول لهم تعالوا على الدار الفلاني وتعالوا ساعدوا وتعالوا اجبروا بخواطر الناس دي. ما كنتش بقول لهم اتبرعوا معايا، انا كنت بقول لهم تعالوا الدار دي. فلقيت فجاه بقيت كل شويه اكلم الدار دي، في حاله معايا، يقول لي لا مش هناخد منك حاله. طب الدار دي يقولي لا مش هناخد منك حاله. الدار دي مش هناخد منك حاله. طب ليه يا جماعه؟ انا عملت ايه؟ والله احنا جالنا امر ان احنا ما نستقبلش منك حالات. طب انا عملت ايه؟ جالنا امر ان احنا ما نستقبلش منك حالات. انا عملت ايه يا جماعه؟ هو كده. وكنت بدخل اسلم الحاله بايه؟ باقرار رسمي مني، بحط صوره بطاقتي ان انا اللي مدخله الحاله دي الدار، مش بدخلها وخلاص كده. بكتب على نفسي ان انا اللي دخلت الحاله الفلاني كذا 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 كذا، واسيب بطاقتي، صوره بطاقتي. تمام. لقيت قلت لا، ده ما الموضوع بقى كده، لا طب انا اعمل ايه؟ انا بقى هنفذ الفكره اللي قالوا لي عليها في وزاره التضامن، ان انا فعلا هعمل ايه؟ هعمل دار. عايزه اقول لحضرتك انا ابتديت بالفعل، خدت الدار دي وكتبت عقدها، والدار دي كانت عباره عن شبه مهجوره، مكان مهجور، ولا دهان ولا نقاشه ولا كهرباء ولا سباكه ولا اي حاجه. كل ده اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم اهل الخير الطيبين. وكنت ماشيه معاهم خطوه خطوه. جبنا حديد، جبنا كاميرات، جبنا اضاءه، جبنا النقاشه، عملنا اعداد الحمامات والحواض، جبنا السخانات، جبنا الاجهزه الكهربائيه. بص انا اقول لك على حاجه، الدار دي انا مسميها دار الانتيكه. ليه بقى؟ حضرتك لو دخلت هتلاقي كلها تراث قديم. صحيح. يعني بعد البدايه القويه دي، وبعد النهارده ما انت ما وصلتي للي انت فيه، وانا ما قلت لك المره اللي فاتت ما تقابلنا قلت لك ان شاء الله انا حاسس ان الفتره اللي جايه هي الايام بتاعتك. ربنا يكبر بخاطرك والله، يعني شهاده منك اعتز بيها وانا بصراحه. ان شاء الله بقول لك الكلام ده وانا واثق فيه. ربنا يكبر بخاطرك. ليه حاسه، ليه، او قبل ما اسالك ليه حاسه ان انت بتتعرضي لهجوم؟ ايه اكتر موقف من ساعه ما انت ما بداتي ومشيتي في الطريق ده كسر بخاطرك وخلاكي بكيتي؟ يعني ايه اكتر موقف انت تستذكريه كده حسيتيه ان هو كسر بخاطرك وقلت انا ليه بيتعمل فيها كده؟ انا ليه وصلت للحاله دي؟ ليه يعني انا عمال اقدم السبت والحد وبلاقي في الاخر في كفوف واقلام بتجيلي اصل. يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، انا من اول ما قلت هعمل دار والدنيا قامت عليا. كانت في ناس عايزه تاخدني في تجاره الاعضاء وانا رفضت واديتهم ظهري. كان في ناس عايزه تاخدني في غسيل الاموال وانا رفضت. كل الحاجات دي انا رفضتها. انا اكتر موقف وجعني وتعبني وحزني وخلاني ما كنتش بنام الليالي اسره الابجيه، اللي كانوا اصلا في حد كلمني ان هو متبرع لاسره الابجيه، جبتهم من شارع اسمه الابجيه في القاهره. الاسره دي انا وفرت لهم سكن وحياه كريمه، والراجل اللي اتبرع لهم بالفلوس بعد يومين عايز يجي ياخدهم من السكن ينقلهم مكان تاني. طب انت حضرتك اتبرعت بالفلوس دي، عايز تاخدهم تاني ليه؟ رحت قدمت بلاغ، ما سكتش. تاني يوم كنا على النيابه، انا قدمت بلاغ وجم اتهجموا على الدار هنا وكانوا عايزين يدخلوا بالاجباري. كل ده انا وقفت لهم فيه بالقانون عشان ما بيعجبنيش الحال المايل. الله اعلم بقى مين اللي بيحاربني، انهي جهه. الدور كلها قفلت الباب في وشي، بالرغم ان انا عملتهم احسن معامله. انا سلطت الضوء على الدور، وسلطت الضوء على الناس اللي بلا مأوى، وسلطت الضوء على الحاجات دي عشان ننشر الخير. عشان بدل ما احنا بنشوف اليومين دول معلش حاجات لا تطاق ولا يعني الواحد يحب يبص فيها على السوشيال ميديا، طب ما ننشر الخير. ما ربنا بيقول لك اعمل الخير في السر والعلن. ايه يعني لما نجهر بالعمل الخيري مش احسن من المعصيه؟ في كلام متداري، انا بحس ان هو مش متداري، بحس ان هو في حاجه انت حابه تفصحي عنها بس مش قادره لما يكون تحت ايدك دليل. انا اقصد اقول انت ماشيه في طريق فلازم كده كده هتتحارب، وممكن نتحارب من نفس الناس اللي هي شغاله في نفس المجال أكيد بتاعك. تمام، اكيد انا متاكده دي ومليون في الميه اللي شغالين في المجال ده. بص حضرتك بس انت بتستخدمي دايما مصطلح حياه كريمه، وده اللي الدوله اصلا بتتبناه وده اللي الدوله ماشيه فيه. فانا اعتقد ان المفروض ان اي بلاغ يتعمل فيكي المفروض الاول ان الجهات المسؤوله بتتحرى، وبعد كده بيقول لك يا دكتوره سمر في كذا عندك او لا، او حد بيجي يشوف بنفسه. هم جم بيتحروا وبيلاقوني 100 100 تمام وبيكتبوا عني كلام كويس. طب حلو جدا. يبقى بس انا زعلانه من حاجه، ليه الناس دي بتعمل فيا كده؟ انا كل لما اخد خطوه عايزين يرجعوا لي، بس انا ما برجعش، انا بقوى اكتر. يعني عايزه اقول لحضرتك معلش اللي جرالي زمان كان ممكن يخليني ما اكملش. يعني مش حبه الحاجات دي اللي هتخليني ما اكملش، انا بالعكس هكمل وبقوه. حضرتك في كام دار على مستوى الجمهوريه؟
22 دار على مستوى الجمهوريه بلا مأوى. لما انا افتح وحضرتك تفتح وانت تفتح ودي تفتح، مش هيبقى في حد في الشارع. كلنا ايد على واحده. مفيش حاجه اسمها انا اعمل خير وانت ما تعملش. بس ربنا ما جزأش، ربنا ما قالش الانبياء يعملوا خير والبني ادمين العاديين ما يعملوش. حياتك اللي انت مكرساها كلها دلوقتي يعتبر للدار بنسبه 100%. الوقت اللي انت بتقضيه، انا لسه كنت بتكلم في بدايه الحلقه ان النهارده عايز افهم ال 24 ساعه بتوعك، بيتك وولادك فين منهم؟ والله بص انا فعلا مقصره في حق اولادي جدا، مش هنكر ده. طب انا لما اكون انا مقصر في حق بيتي وحق ولادي، وكمان اللي انا بعمله ده مع النزلاء وبعمله في الدار هنا، وانا كمان في ناس تانية بتخبط فيا، يعني انا بتكلم ده نفسيا، لا تاثيره عليكي. انا بتعب جدا وما بنامش. انا على فكره نومي قليل جدا، يعني انا ممكن انام 3 4 ساعات في اليوم، وده انا بشوف ناس بتنام ما شاء الله على الساعه 4 الساعه 5 تصحى. انا عمرها ما حصلت معايا، يعني انا ما بنامش. انا بشوف لايف الساعه 2 الفجر. انا فعلا ما بنامش بجد. غير بقى الاخبار السيئه اللي ببقى مثلا لو لسه صاحيه من النوم اصحى عليها، مش عارفه مين جالي الضبطه القضائيه. النهارده انا صاحيه النهارده على محضر. لا النهارده في حد مقدم بلاغ عشان صوت النزلاء بيقعدوا يشتموا. طبعا هم طبعا تعبانين وليس عن مريض حرج، وانا مقدره ظروفهم. هي دي برضو حتى رساله نقف عندها. قدموا فيا الناس بلاغ. الناس اللي بتقدم بلاغات يا جماعه، الناس دي في مرحله اللاوعي، يعني النزلاء دول في مرحله لاوعي، هم مش مدركين هم بيعملوا ايه، هم مش حاسين هم بيعملوا ايه. وبعدين انا مش عايز اقول المثل الغلط اللي هو بيقول لك انت لا بترحم ولا ما ينفعش. هو انت لا بترحم ولا بتسيب غيرك يرحم. يعني انت النهارده ما بترحمش، انت سايب اللي، طب انت سيبته وعمل، طب في حد جابه اكرمه قعده في مكان وانت مش قادر حتى تستحمله. لو هو جه في مره في يوم كده زعق عمل حاجه، ده شخص غير مدرك. حضرتك دلوقتي شايف اكتر النزلاء عندنا اصلا زي حاله حتى نسرين ما شاء الله كانت ايه وبقت ايه، مفيش حاجه بعيده عن حد. عايزه اقول لك نقطه مهمه جدا مش عايزه انساها برضو. انا لما الدور اتقفلت في وشي عارف انا عملت ايه؟ لما كنت بنزل انقذ الرجاله اللي بلا مأوى، خدت كذا واحد وديتهم دور بفلوس، لان ما بقاش قدامي حل. ما في دار ايتام مجاني، في دار بفلوس مجاني، في دار بفلوس، في دار مجاني. انا دخلت دار مسنين بفلوس، حطيت عم محمد وعم السيد في دار في مصر الجديده، كنت بدفع لهم في الشهر هما الاثنين 5000 جنيه. ده غير كمان علاجاتهم وحجزهم في المستشفيات لما كانوا تعبانين، وعملياتهم وحاجاتهم. يعني عم محمد يحتاج كان هيحتاج عمليه، بس الحمد لله ما عملهاش، عمليه بتر الحمد لله ما عملهاش. هقول لك على كمان مين، عم جمال الله يرحمه. كنت ماشيه في طريقي في الشارع عند ناحيه الازهر، لقيت راجل تحت الكوبري بين الحياه والموت هيكل عظمي، خدته كل الدور ما رضيش ترد عليا وما حدش رضي ياخده. طلعت بيه على مستشفى الدمرداش، عالجته، بعديها بيومين قالوا لي لازم تطلعي. خدته وديته دار مصر الجديد في شبرا اسمها دار النصر بفلوس. انت تقريبا حافظه اسماء. ايوه دار النصر وده بفلوس. دفعت له الفلوس بتاعته، علاجه اليومي كان ب 500 جنيه حضرتك، انا اللي اتكفلت بيه. وبعديها لما الحمل زاد عليا في ناس تانية اتكفلت، ربنا يكرمهم. يعني هم الدار اللي قالوا لي في ناس تانية هم يعرفوهم هيتكفلوا، مش عن طريقي برضه، بس كان عن طريقهم هم. يعني الحمد لله ايد على ايد بتساعد. طب انت لو في دلوقتي في حد مثلا مسؤول هيشوف الفيديو ده كده قدرا، انت حابه تقولي له ايه؟ ولو في حد انت شايفاه مثلا بيحاربك بالحسنى برضه هتقولي له ايه؟ انا عايزه اقول للناس تسمعني بقلبها وتقدر ده، وتعالوا شوفوا المكان بنفسكم، شوفوا الخدمه، شوفوا الناس، شوفوا الحياه الحلوه دي، مش كده احسن من الشارع ومن عذاب الشارع. تقفوا جنبي وتدعموني، مش عايزه ماديا حتى معنويا، هيفرق في حياتي كتير. تعالوا واجبروا بخاطر الناس الطيبين دي، يعني هيفرق في حياتهم. مش قافله الباب في وش حد، اي حد حابب يجي يزور. انا فاتحه باب للناس كلها يجوا ينورونا ويشرفونا. انا النهارده بقول لك مثلا يعني يا سمر، انا بتاذي من ان انا اشوف كل شويه الناس ديت في لايف. يعني الناس دي انت جبتيهم، طب انت النهارده هتمني علينا عشان تطلعيهم؟ انت بتمني علينا عشان دي بقى نقطه هقول لك عليها مهمه. الحته ديت محتاجه اجابه مهمه، لان النهارده انا جبت فلان، طب انا جبته اهو، بصوا يا جماعه انا عملته، طيب ايه الهدف من ان انت بتعملي كده للناس او بتبيني ده للناس؟ انا دلوقتي هدفي بادي اول حاجه رساله. قبل الرساله دي سيبك منها، ان احنا لما بننزل لحاله في الشارع، هل انا بعرف انت مين؟ اللي في الشارع دون مجهول الهويه، صح صحيح. ما اعرفش ولا اسمه ولا عنوانه ولا تفاصيله. بفتح معاه اللايف، بيبدا اللايف يوصل لناس كتير، وانا في ناس كتير متابعاني على صفحات التواصل، فبيقول لك ده احنا نعرفه، ده قريبنا، بيجيبوا لي بطاقته وبيجوا. النهارده بدل ما يكون البني ادم ده متسجل مجهول الهويه، بتسجل معلوم الهويه، صح. وبيسلموا لاهله، زي حاله ساميه. انا خدتها بالاجباري، خدتها بالاجباري. ويقول لك ده انتهاك حقوق انسان. لما جولي انتهاك حقوق انسان، انت خدتيها اجباري. ست كانت قاعده بتلهس في التراب ورجلها مكسوره،
ومش عارفه اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط، ده مش مدركه، دي مش انسانه مدركه عشان واضافه اخد رايها. واضافه كمان على الكلام ده، النهارده انا دي حته مهمه قوي. النهارده الشخص اللي في الشارع ده هو عرضه لكل حاجه، طبعا يعني كل الناس اللي راحه واللي جايه بتشوفه، طبعا وكل كبير وصغير ممكن يتنمر عليه، ممكن حد يتعرض له بسوء، وممكن حد أيوة، يتعرض له باذى، بيحصل وممكن لو بيحصل. جاله مرض بيموت. صح. طيب يا جماعه احنا ما خدناش حد اصلا مريض من المستشفى ما حدش يعرف عنه حاجه وصورناه، ده هو شخص اصلا يعني الناس كلها عارفاه والناس كلها بتشوفه. يعني مثلا زي سين من النزلاء هنا، ان كان بقى ترند والناس كلها بقت تتكلم عنه. انا لما كنت بشوف الفيديو كنت بقول يستحيل تكون هي دي الشخص اللي انت جبتيه. ده انا كمان بقى معايا بطاقتها دلوقتي، كمان وصلتك البطاقه بتاعتها؟ البطاقه طيب. بتاعتها معايا دلوقتي. واتضح بعد كده ان هي كان في قصه كبيره ما بينها وبين اهلها وموضوع كبير قوي. انا اقصد اقول ان التصوير ده بيكون له قيمه كبيره، ان احنا بنوصل حتى انت قلت لي بعد الفيديو بتاع دعاء بتاع دعاء حضرتك لأهلها؟ وصلنا لاهلها الحمد لله. اذا اختها تعاطفت جدا مع ان هي قالت لي انا كنت متابعاكي من اول لايف، انت جبتيها من الشارع، بس لما عيطت دموعها اثرت فيها قوي. لو اختها كانت متبريه من هي قالت لي انا مش عايزاها. يبقى احنا كده بنتكلم ان يا جماعه ان التصوير بيكون له رساله قويه جدا، ان احنا بنتعرف على اهل النزيل الموجود او اللي احنا واخدينه اللي هو بلا مأوى، وبنوصل رساله ان انت ممكن تعمل عمل خير. مش شرط النهارده القصه متوقفه على سمر، ما انت كمان في المنطقه بتاعتك يا عم هات الناس اللي محتاجين واعمل معاهم نفس الموضوع. صح. احنا مش حاكرين الخير ده هنا في زهره مصر. انا نفسي الناس كلها تعمل ده، انا بتمنى الناس كلها تعمل ده. انا دلوقتي الدار عندي هنا سيدات بس بلا مأوى، انا جايبه فوق عم حسن لان مفيش دار راضيه تاخده، ارميه في الشارع حضرتك. يعني الراجل الدود كان بيطلع من رجليه ومفيش دار راضيه تاخده ولا حد عايز ياخده، ارميه في الشارع. فين هنا الانسانيه؟ اللي مش عاجبه اللي انا بعمله وشايف ان انا بنتهك حقوق الانسان يجي ياخد الحالات دي كلها يحطها هم في حياه كريمه. لو انا مش بحطها في حياه كريمه، لو انا بنتهك حقوق الانسان، لو هم شايفين كده خليهم يجوا ياخدوهم يحطوهم هم في حقوق الانسان. انت هنا في الدار في حاجه محتاجاها غير الدعم المعنوي؟ يعني انا عندي طبعا حاجات كتير جدا ناقصه، محتاجين ديب فريزر. انا عايزه اقول لك احنا عندنا لو بصيت عندنا عجل محطوط ورا هنا مش عارفين نذبحه، عشان احنا هنذبحه نحط اللحمه بتاعته فين؟ ما عندي، عايزه ديب كبير. قولي يمكن نلاقي ناس محتاجه ديب فريزر. محتاجين نكمل وحده الاطفاء باقي عليها 20,000. الايجار الشهري بدفعه للمكان دلوقتي احنا داخلين على السنه الجديده 19، الاول كان 18 وكل سنه بيزيد كام في المية. هندفع 19,800، يعني قول 20,000 ايجار الدار من اول السنه الجديده. محتاجين طبعا المواد الغذائيه، ادوات التعقيم، ادوات التنظيف، الحاجات دي اساسيه معانا. طب معلش انا هتطرق للحته دي وهدخل فيها بشكل برضه عشان انا اجبت على كل الناس اللي هي جواها حته كده يعني عايزه تتصدرها. ان النهارده سمر بتكسب ملايين من اللي بتعمله ده، هي مش محتاجه حاجه، ده هي النهارده في ملايين. طب النهارده في حاجات هي اصلا متوقفه عليها، بتتكلم في ديب فريزر عامل 5-6,000 جنيه. بنتكلم مثلا في ان في وحده اطفاء مش انا اقصد اقول ان المبالغ اللي بتبقى جايه اعتقد ان هي ما بتغطيش المصاريف. محتاجين ثلاجه كبيره. ده انا عايزه اقول لك ده كاتبين لي لسته لما جولي من اول امبارح من التضامن، كاتبين لي لسته بالطلبات. التضامن ما تساعدكيش في الحاجات لا ما حدش بيتبرع معايا من اي جهه يعني خالص. كل الموضوع دلوقتي اللي هي الناس العاديه المتابعين هو لك. كلها تبرعات الناس الطيبين. طب يا جماعه يعني لو في حد قادر ان هو فعلا يساعد او يتبرع، انت سايب الرقم على الصفحه وهنسيبه برضه في التعليقات. عندنا كمان ترخيص جمع مال وحساب المؤسسه، حساب مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه تابع لوزاره التضامن. بس المجهود اللي انا بشوفه هنا المجهود الذهني بس والفكري بعيد عن المجهود الجسدي، ان انت تشيل تشتغل تنظف تعمل المجهود الذهني بس، انت تبعد النزلاء عن بعضهم على الخناقات، الكلام اللي بيتقال. يعني بقول لك ايه ده ديوب يعني انا شفت حاجات كتير قوي مش عارفه في ده مجهود لوحده محتاج طاقه ومحتاج حد فعلا يعني سوي وعنده طولة بال يستحمل كل اللي بيحصل ده. انا بحبهم ومستحملهم من روحي وقلبي ودمي، وربنا يعلم انا بتعامل معاهم ازاي، ما بقرفش منهم في اي حاجه. انا في سؤال اسالك اول مره. انا عايزه اقول لك كنت يعني بقرف قوي من حاجات كتير، بالذات ممكن استحمل منهم اتفاف على وشي عادي كل الكلام ده، وعلى قلبي زي العسل. يعني سؤال كده هساله لك لاول مره بعيد عن القصه خالص، والدك ووالدتك موجودين؟ لا هم بصراحه يعني ليهم دور كبير معايا، وعايز اقول لك اخويا وماما كمان بيتبرعوا معايا. يعني انا عندي مامتي كانت الاول بتتبرع في قناه الفتح بتاعت احمد عبده عوض، ربنا يجازيها كل خير. دلوقتي بقت بتتبرع معايا. بتتبرع هنا عندك في المكان. انا خدت بقى انا الموضوع ده ما اثرش على علاقتك بيهم ان انت بقيتي يعني ما قصرتيش معاهم وبداتي؟ انا بصراحه يعني هقول لك الحقيقه انا في ناس كتير من قرايبي زعلانين مني قوي، عشان انا الاول كنت بروح ازورهم واقعد معاهم ونعمل لما النهارده وقتك كله بقى هنا. بيقعدوا يكلموني كتير قوي، طب ما تيجي احنا فين عايزين نشوفك، حتى ما بلحقش ارد عليهم في التليفون. قبل ما سمر نديم تتعرف
في موقف حصل لجأت لحد حبت تاخد مساعدة حد وكسر بخاطرها؟ لازم دي تكون أنا؟ كتير عدت على كده. اكيد كتير قوي معايا، هفتكر ايه ولا ايه؟ موقف من ياما غير كتير. ذكر اسماء يعني حصل معاكي وانت شفت الموقف ده قلت يعني انا مش هكمل في الطريق سواء طريق. في حد فعلا بس مش عايزه اذكر اسمي. ايوه، موضوع الاسماء. في طبعا. كان ايه الموقف، كان ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه، يعني انا عموما في بدايه من اول ما قلت يا دنيا وكبرت في الحياه، يعني تركت الدنيا يعني قبل ما ادخل على صفحات التواصل. انا عمري ما طلبت من حد حاجه وقف معايا فيها، قليل جدا. ما فيش حد بيقف معايا غير بابا وماما واخويا بصراحه، يعني اكتر ناس. وبعد ما اتجوزت جوزي بس، فاهمني؟ لا ما لكن انا بتكلم بره، لا يعني انا بلاقي ان الناس كلها بتتهرب من ان هم يقفوا جنبي. ليه بقى؟ لان هم خايفين ان انا ابقى حاجه. حتى لما دخلت المجال ده، توثيق صفحتي جوزي هو اللي وثق لي. اي حاجه احنا اللي بنعملها بمجهودنا. كتابي انا اللي بعمله بمجهودي بفضل الله، ما حدش بيجي يساعدني فيه، هو جوزي اللي بيساعدني، الحقيقه تتقال يعني. اي حاجه ما بيزهقش ويتضايقش من الدوشه لا والوقت بالعكس، ده؟ انا عايزه اقول لك هو دايما بيكون مبهور جدا، وبيبقى واقف ورا الكاميرات وكل حاجه، وورا وفي ظهري وفي كل حاجه، بيبقى مبهور، وبشوف في عينه ونظره الفرحه والانبهار بيا. وده شيء طبعا بيدعمني جدا 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 جدا، لان الراجل لما بيكون داعم لزوجته بيبقى فارق كتير. داعم سيبك من ماديا، عشان احنا في ناس ايوه بتكلم فاهمه معنوي. الماديه دي اساسي في عندنا الدعم ناس كتير. لازم يبقى دعم مادي بقى. وهو دايما شايفني ان انا زاهده حاجات كتير. يعني موضوع مثلا يجي يقول لي ايه، طب ما تيجي اجيب لك حاجه ليكي مثلا زي مثلا الستات اللي بتحبها ذهب مش عارفه ايه، اقول له بقول لك ايه انا مش عايزه. فبيستغربني، فهو يقول لي يعني كل الناس بتطلب حاجات زي كده، انت؟ قلت له بص انا مش عايزه اي حاجه. عمري ما جيت قلت له لازم يبقى مثلا معايا في شنطتي فلوس كذا يعني او كده، عمري ما عملت ده. تقدري تقولي حسابك في البنك قد ايه؟ هقول لك الحقيقه بجد، ممكن افتحه معاك دلوقتي؟ لا من غير ما تفتحي، احنا لو مفيش ثقه بينا مش هسالك السؤال ده. حسابي دلوقتي 300 جنيه. انا مصدق والله. بما يرضي الله والله. بص انا اقول لك على حاجه، على فكره انا والله مصدق السؤال، مصدق الاجابه جدا، وما الحمد عنديش لله. اي شك في القصه. بص يعني انا على فكره قبل كده اصلا نزلت الحساب البنكي بتاعي فعلا سكرين، نزلته على الفيسبوك، لان انا طلعت كنت منهاره جدا من قله الدعم، والناس فاكره ان انا معايا فلوس كتير. والله يا جماعه صدقوني ربنا وحده عالم انا عملت ايه عشان اوصل للي انا فيه ده. في اسرار كتير قوي الناس ما تعرفهاش عني. الولاد فين بقى من القصة؟ سايباهم مع ماما. لا مش فين دلوقتي، فين من وقتك؟ بقعد معاهم بس مش كتير. بس انا دايما اول ما بدخل من البيت بنتي الكبيره في اولى اعدادي بتاخدني بالحضن وتقول لي يا ماما انا مبهوره باللي انت بتعمليه، ماما انت بتعملي حاجه جميله قوي. عايزه اقول لك ساعات بتوصل بيها المرحله تفضل تقول لي بصي يا ماما انت ربنا هيكرمك، كل كلمه بتقولها لي بتتحقق الحمد لله يعني بجد. عايزه اقول تطبخوا لهم هنا اكل؟ هنا كتير قوي عملت. لا يعني بيبقى الاكل كده بتعمليه بنفسه ولا انت بتلصقي عشان دول ده بعمله زي بيتي بالظبط ويمكن احسن. انا في بيتي ما بلبسش جوانتي. الكلام ده صحيح يا باشمهندس محمد؟ هو على فكره يا جماعه يعني مهندس محمد زوج الدكتوره سمر قاعد هنا جنبنا وبيستمع للقاء ومنصت. دي امانه. تعليق سلبي شفتيه على الفيسبوك او على الصفحه بتاعتك يعني مش قادره تنسيه؟ ياه، هي ده تعليقات كتير قوي. لا انا عايزك تتجرأي وتقولي تعليق مثلا اثر في نفسيتك فعلا واحنا هنقوله علشان الناس اللي بقى عشان يقعدوا يضايقوني بيه لا اكتر. لا خالص، احنا بنقول علشان حاجه، علشان الناس اللي بتدخل تكتب الكلمه او الجمله دي ممكن يخلي الشخص ده ما ينامش ونفسيته هو كتبها وخلاص ونام. ايوه في ناس كتير وصلوني لحد تعب نفسي كبير. انا جت عليا فترات كنت بكتئب جامد جدا لما الاقي حد يقول لي انت كدابه، كل اللي بتعمليه ده كذب، كله ده كده. يقول لي اموت نفسي طيب عشان يعني الكلام ده فعلا، الكلام ده بيستوقفك بتقف بستغرب. لا مش بيوقفني بس بيزعلني، بقعد اعيط بتضايق. بس مش معنى ان كلامي يتكتب لي ان انا مش هكمل. انا ياما اتقال وياما اتعاد وياما بس هكمل. اصل هكمل ليه؟ مش بمزاجي. اكتر خبر جالك ويمكن بكيتي من فرحه ان انت سمعتيه او عرفتيه حاجه كده، اللي هو في الفتره اللي فاتت دي كلها في خبر جالك كده، فهو ده كان احلى خبر جالك سواء يخص المكان او بره انا المكان؟ لما خدت الاشهار بتاع المؤسسه، الكلام ده من كام سنه، انا كنت في الشارع ساعتها سجدت لله شكر. سجدت في الشارع؟ سجدت لله شكر، لاني انا قعدت 3 سنين عشان اخد الاشهار حقيقي بجد. تعبت جدا. وترخيص جمع الملء قعدت فيه سنه. انا لما جيت اعمل الدار عملت حاجه اسمها توفيق اوضاع. توفيق الاوضاع دي حضرتك انا المفروض ان هي كانت تتعمل في شهر، قعدت معايا 6 شهور لان الملف بتاعي اختفى من مديريه التضامن.
في حد خفي جوه الله اعلم ده نظامه ايه، شال الملف بتاعي ما كانش موجود. بس ربنا يكرمه وكيل الوزاره انسان شريف ومحترم بيراعي ربنا في عمله، وقف جنبي وخلصت الورق بتاعي. عندك فرصه ان في حد لو حب يتطوع هنا في المكان يتطوع؟ يعني مثلا احنا كان اول امبارح كان يوم التطوع العالمي اول امبارح، لو في شباب من جامعات من مدارس. والله لو شباب موثوق فيها اهلا وسهلا، بس انا الصراحه يعني لما حد بيكلمني على صفحات التواصل الاجتماعي ما بقاش عندي ثقه في حد. يعني انا بتكلم في تطوع، لو ممكن يتطوع لمده يوم، مش هيفضل، مش يعني هيجي مثلا ايه اللي محتاجينه في حضرتك المكان. النزلاء دول امانه في رقبتي، مم. اي حاجه هتحصل لهم انا اللي مسؤوله، فانا لازم اخاف عليهم. اي حد عايز يجي لي يجيب لي الفيش والتشبيه بتاعه ويجيب لي بياناته كلها ويجيب لي كل الداتا بتاعته حفاظا على امن النزلاء بالظبط. وحفاظا على طبعا الامن ان بتاع حضرتك المكان. انا لما بدخل حد هنا انا في حاجه اسمها عندي هنا سجل الزيارات. هي مسؤوليه في رقبتك انت. مسجل الزيارات بيكتب بطاقته واسمه ومش عارفه ايه ويمضي وكل الكلام ده، واي موظف هنا موجود في المكان بعمل فيه اخطار للاسم انه عندي، عشان لو صدر منه حاجه هو اللي يتسال قانوني. انا ماشيه كل حاجه عندي بالقانون، ما ينفعش اسيب كده. كلمه لاهل النزلاء الموجودين عندك قبل ما نختم. للنزلاء، اهل النزلاء، اهل النزلاء بقول لكم راعوا ربنا شويه في اهاليكم، كفايه اللي هم وصلوا لهم، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فيهم ده. يعني لو الفلوس هي السبب في ده كله اتقوا الله، لو مرضهم هو اللي خلاكوا ترموهم حرام عليكم. يعني الدنيا فانيه، احنا هو مش اهلهم وشايلينهم بقلبنا وبروحنا، انتوا الاهل المفروض اللي ده يحصل منكم. انا نفسي الخير والحب والرحمه يبقى مزروع في كل بيت، مش هقول لك في مصر، على مستوى العالم. ربنا يبارك لك. وهقول لك نقطه مهمه جدا، انا اتبعت لي فيديوهات من احد الدول بره الاوروبيه، مش هقول لك العربيه، الاوروبيه، ان في هوملس كتير صح. في كل مكان. صحيح. مش موجودين هنا بس في مصر عشان يقول لك لا انت بتظهري صوره ايه، لا ده شيء طبيعي. معلش النهارده لو واحد قاعد مشرد في الشارع، هل ده ذنب المسؤول في الدوله ولا ذنب الاهل اللي رموه؟ صح. المسؤولين ذنبهم ايه؟ لما الاهل الاب والابن والاخوات المسؤولين مش والزوجه هيحننوا سابوه القلوب حضرتك. صح. ولا وزير ولا رئيس ولا مين هيقول لك خلي عندك رحمه وانسانيه مع اهلك واولادك، دي حاجه جوه القلب مش بالمسؤولين. مين اكتر حد جينا هنا من النزلاء واثر يعني قصته اثرت فيك؟ اكتر حد انت كنت شايف ان القصه بتاعته فعلا يعني تتدرس، يعني ان هو ان الدنيا دي ملهاش امان؟ هي نسرين طبعا. اكتر حد نسرين مهما عملت انا ببص لها ساعات وبعيط. ازاي بني ادم فقدت الذاكره؟ يعني المحامي بتاعها لما جالها تقول له انت مين؟ مش عارفاه. بتقول له انت مين فعلا؟ هي مش عارفاه فعلا. يعني دي حاجه تقشعر الابدان. بتقول للناس يا جماعه والله الدنيا فانيه، انتوا مستنيين ايه؟ ما يلا نعمل خير، ما يلا نراعي ربنا بقى. وفي حاجه اسمها ستر حضرتك، الستر ده اللي موجود على الانسان اذا اترفع شكرا. صحيح. هقول لك بقى على نقطه عن الستر دي. كان في واحد انتحل شخصيتي قبل كده وعمل صفحه على صفحات التواصل الاجتماعي واختلس اموال المؤسسه، وربنا اراد يفضحه قدامي واعرف هو مين واجيب قراره، وخد حكم 2 بسبب ان هو عمل حق مش من حقه. ولما طلعت اتكلمت وانا اللي معمول فيا كده، وانا اللي مختلس اموال مؤسستي، وانا اللي مأذيه، وانا اللي اتشتمت، مش انا اللي اتدافع عني. بس انا الحمد لله بعزيمتي واصراري وقوتي بايماني بالله سبحانه وتعالى ربنا جاب لي حقي منه، وخد حكم 2 بعد اللي هو عمله. بس مفيش حاجه بعيده عن ربنا، اللي بيأذي حد ماشي صح ربنا مش هيسيبه. ربنا فضحه عشان هو خد مال الغلابه والمسكين واليتيم، والناس دي ملهاش حد غير ربنا، واحنا بنقف معاهم. باشمهندس محمد انا استاذنك عشان احنا بنختم بس انا عايزك هتطلع، بس هنختم خلاص هتطلع. طبعا ده انا مش عارف هو ظهر على الصفحه قبل كده بتاعت زهره نصر ولا، بس ده اول ظهور للمهندس محمد زوجي. لا بيظهر معايا كتير طبعا هنا، بس هستاذنك هنا. وهو يعني حاجه يعني سؤال قد كده، انا حضرتك خلي هنا جنب يعني. مش عارف انا اساله ايه بصراحه، لان هو انا لو مكانه كزوج وزوجتي معظم الوقت مرمطه وبهدله هنا، وانا هاجي وقت وهزهق. انا النهارده انت اول مره هتتكلم انت ودكتوره سمر وش لوش، عايزك بس كلمه تقولها ليها، وكلمه تقولها للمتابعين بتوعكم على الصفحه بتاعت سمر نديم. اتفضل. والله انا عايز اقول مش عايز كلام مترتب، وقول اللي في قلبك. انا ما بعرفش ارتب كلامي اصلا. يعني انا اول حاجه عايز اقولها لسمر انت ربنا معاكي، وانا بشوف كل حاجه بعيني وعارف احساسك كويس.
ناس كتير ممكن تكون بتبقى شايفة الموضوع من الظاهر بتاعه، انما انا ببقى شايف الموضوع من اوله لغاية اخره، زي ما بيقولوا كده من A to Z. ببقى عارف القصة كلها من اولها لاخرها بتفاصيلها، بمشاعرها، بعيش معايا لحظة البكاء. بحزنها، ببكاها، بفرحها، بكل التفاصيل. سمر بتدعي لك؟ فانا لا، جدا جدا، انا ربنا ستر عليا بسبب دعائها طبعا. الحمد لله. ربنا يبارك ربنا لك في يخليك. بس انا بعض. قلت له مره كلمه مهمه عايزه اقولها له دلوقتي قدام الناس كلها. انا قلت له قبل ما الدار دي تتفتح، قلت له يا محمد لو الدار دي ما كملتش والحلم ده ما اتحققش انا مش هزعل، لان انت حلمي الاساسي. ما شاء الله. لو رحت مني هعوز ايه يعني؟ مش هموت انا، ربنا لكن يبارك انت لكم. معايا ربنا خلاص يبارك لكم. بالنسبه لي. ربنا شكرا يبارك كده. لكم. يعني هو الاساس معايا. لو ما فيش حاجه تانية خلاص انا كده كسبانه مش خسرانه، لان انا كسبته هو خلاص، مش عاوز حاجه تاني من الدنيا. طيب وانا مش عايزكم بعد كده تكتروا في زوركم مع بعض على قبل ما السوشيال حضرتك ميديا. تكمل، ما من بنقطعش من والله. بعد عشان- الكلمتين دول هيبقى عندك اعتراض ان لو يطلب من محمد انه يعمل اي حاجه في الدنيا، هيقول لا. ربنا يبارك هعملها لكم. وهعملها بطيب خاطر. غير كمان ان يعني انا عشان ارضي ربنا وارضي زوجتي، انا بحب اعمل الحاجه الكويسه، انا بحب اعمل الخير. ربنه يبارك لك يا باشمهندس محمد، وربنا يبارك لك يا يكرمك. دكتوره سمر، ويبعد أنا عنكم عايزة يعني اي اذى واي شر، ويبارك لكم في العمل بتاعكم. في نقطة عايزة اتفضل. أقول لك عليها قبل ما أقفل، اتفضل. مهمة أوي للناس اللي بتتابعنا دلوقتي. في حد مرة كان كاتب لي كومنت مهم أوي، بيقول لي إيه؟ بيقول لك دي بتعمل اللقطة وبتلاقيها أصلا ما بتعملش كده بعد لما بتقفل الكاميرا. أنا لا انت دلوقتي قولي له بقى. ايوه لا قولي أنا له. هقول للناس، مم. كل الموظفين قاعدين هناك وشايفيني حواليا في المكان، لو انا عملت كده قدامهم كسمر نديم ان انا بأدي رساله في المجتمع، لو انا قلت مثلا تعالي صوريني او تعالى صورني وانا مثلا بعمل الاكل وانا بطبخ وانا بعمل، وعملت اللقطه دي وسبتها ورحت ما كملتش، قلت لهم كملوا انتوا، هم نفسهم هيشوفوني انا ازاي. الموظفين هنا نفسهم هيشوفوا سمر دي ايه، هقول لك دي ايه، دي واحده كدابه، دي واحده بتعمل عشان الشو، دي واحده بتعمل عشان الناس تقول الله عليها حلوه. لكن انا بعد لما بقفل الكاميرا بفضل مكمله معاهم للنهايه. هو ده بقى الصح، هو ده الاساس، ان انا ابقى نموذج محترم ومشرف لكل اللي حواليا واللي بيشوفني واللي بيتابعني واللي عايش معايا واللي بيشتغل معانا، كل الكلام ده وكلهم شايفين ده بعينيهم، مش بقولوا كلام وخلاص. الدعاء اللي بتحب تدعيه. اكتر دعوه انا دايما بشوفك في اللايف بتقولي حاجه معينه كده انت نسيتيها، دايما إيه؟ بتقوليها في الاول اللايف دايما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. برافو عليك. انا بصراحه بتعجبني جدا، دايما دايما بحب قبل كده. ما سمر تبدا اللايف او اي فيديو تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عارفه دي دعوه مين؟ دعوه سيدنا فكرني. يونس سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت. ربنا يبارك لك ويبارك لك في اولادك ربنا ويبارك يعلي لك في قدرك زوجك ويبارك لك في ويرزقك. انا عملك. دايما بفضل اقول الدعاء ده حتى وانا على الطريق وانا في كل مكان، ودايما الحمد لله بدعي ربنا كتير قوي قوي، اقول يا رب اذا كان اللي انا فيه ده كله ابتلاء فانا راضيه. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا شايفه ان كل المنع اللي بيجي لي من الله احسان، والعطاء من الناس حرمان. صح ونعم بالله. حرمان 300 والله. جنيه دولت لو بقوا في مره 300 مليون ولا 300 الف هتتغيري؟ يا ده انا هعمل خير، هنسافر بره مصر نعمل خير وجوه مصر وهنسافر كل ما العالم. يمكن تسافري بره مصر تتفسحي. لا هنسافر نعمل خير، ده انا نفسي فيها قوي دي. طيب ربنا يديلك على قد ان شاء نيتك الله باذن الله. ويكرمك، وان شاء الله باذن الله الزياره الجايه الاقي الاوضاع بقت اتحسنت وبقت افضل، وانا قلت لك ان شاء الله انا معاكي في اي وقت. انا بجد بشكرك قوي على و- وجودك، انسان طيب. ان شاء الله محمد هشام زي ما وعدتك ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون في زياره هنا ربنا بإذن الله. يبشرك بالجنه ان شاء يا رب. الله. وكل حد بيقدم محتوى جميل طبعا يشرفه ان هو يجي لك زياره هنا. ربنا يعزك يا رب، ربنا اشكرك يعزك. جدا، شكرا جدا من العفو، كل قلبي، العفو ربنا عليك. يعلي قدرك. ربنا يعزك. انا يعني في نهايه اللقاء الطويل ده عايز اقول لكم انا بحب المكان ده والله لله، وبشوف الناس فعلا اللي هنا. في لقاء هتشوفوه مع عم عبده اللي هو اللي كان في الشارع في مره وجه هنا يعتبر مسك امن المكان او شغال معاهم هنا، وهتشوفوا مدى تاثر عم عبده ان هو كان بيتكلم على الدكتوره سمر اكتر ما بيتكلم عن ولاده. يعني ان هو لدرجه ان هو ما بكاش طول الفيديو وانا بصور وهو بيتكلم عن زوجته وعن اولاده، ولما جه عند الدكتوره سمر بكى واتكلم عن هي بتعامله ازاي. فدي كانت رساله كبيره قوي قد ايه ان المكان هنا فيه الحمد لله فيه اخلاص وفيه اتقان، الحمد لله. وربنا يعني يجعلنا قد ربنا يعزك المسؤوليه يا رب. دي. شكرا قوي انا بشكركم جدا، بشكرك جدا يا دكتوره سمر، شكرا. بشكر جدا المهندس محمد على استضافته الجميله، والشاب المحترم الجميل اللي دايما بنلاقيه هنا يا رب كده كل مره الاقيك هنا
واولادك كمان اليوم في مره من ضمن المرات بقوا إن شاء هنا هم كمان ان الله. شاء الله. انا بشكركم جدا، واي وقت انتوا حابين تتبرعوا او اي وقت انتوا حابين تدعموا مؤسسه سمر نديم او دار زهره مصر، هنسيب لكم الصفحه كالعاده في التعليقات. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم انا ورحمه الله اسعدك وبركاته. في رعايه الله. السلام عليكم. مع السلامه.